اعرفوا يا جماعه ان كل واحد ليه نقطه ضعف والشيطان هيلعب عليها كويس قوي قوي في السنه دي. وقلت له لو انا قلت لك اديني التليفون ده ما تدهنيش، انت في السنه دي انت مصدر كل حاجه، انت مصدر تشجيعك لنفسك، وانت مصدر مذاكرتك، وانت مصدر افكارك. ازيكم يا جماعه، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وفي احسن حال. انا اسمي سما. لو انتوا اول مره تشوفوني ان شاء الله الفيديو ده يعجبكم ويكون مفيد بالنسبه لكم، وتتفرجوا على بقيه الفيديوز اللي انا عاملاها وان شاء الله تعجبكم. مبدئيا انا تالت مره احاول اصور الفيديو ده ويطلع فيه مشكله في الصوت، بقالي 3 ايام بحاول اصوره والمره دي المره الرابعه. فيعني عايزاكم بقى تتفرجوا على الفيديو كويس وتقدروه كده، لان بجد الفيديو تعبت قوي فيه. بس الصراحه هو يستاهل قوي قوي، لان النهارده ان شاء الله هقول لكم معلومات كويسه جدا جدا عن ثانويه عامه، وان انتوا تقضوا السنه ازاي من اولها لاخرها، وايه الحاجات اللي انتوا هتقعوا فيها وتتفادوا ده عشان ما يحصلش من الاول. وحابه بس اطمنكم، يعني انا الحمد لله ساعه ثانويه عامه انا كنت جايبه مجموع الحمد لله كان عاجبني جدا، وكمان كنت جايبه الحمد لله مجموع ممكن يدخلني كليه من الكليات اللي كانوا مسمينها كليه قمه، بس انا ما كنتش حابه ده. انا في كليه تجاره عموما يعني. يمكن حد دلوقتي يستغرب طب ليه كنت جايبه مجموع كويس ودخلت كليه تجاره؟ عشان دي الحاجه اللي انا حابه قوي ان انا اشتغل فيها، والحاجه اللي انا شايفه نفسي فيها وشايفه مجالاتها كتير قوي قوي. يعني مفيش دلوقتي مكان مش بيحتاج اي حد خريج تجاره، لان تجاره مش محاسب بس، لا تجاره جواها حاجات كتير قوي، تسويق ومحاسبه واتش ار وسيلز وكل حاجه، كل حاجه حرفيا فيها. فانا كنت حابه المجال ده قوي، كنت حابه ان انا ادخله. عشان كده في كليات تانية كانت اعلى من تجاره بكتير ما كنتش حابه ان انا ادخلها، هي جت بس انا ما كنتش حابه ان انا ادخلها. فالمهم خلينا دلوقتي نبدا على طول. وقبل ما ادخل في النصايح بتاعه السنه نفسها، انا حابه بس اقول لكم كده شويه حاجات. ثالثه ثانوي زيها زي اي سنه عاديه، ما تحطوش ليها تقدير عالي قوي قوي، يعني ما تحطوش قصدي توقعات عاليه ليها. لا هي عادي، وبجد المناهج سهله مش صعبه خالص، بالعكس هي بس فكرتها ان انتوا ما بتمتحنوش في نص السنه، عشان كده بتحسوا ان المناهج تقيله شويه. هي ما بتبقاش تقيله، هي بس بتبقى طويله. بس لو قسمتوا كل حاجه وما استنيتوش لحد اخر وقت، او ما زنقتوش مذاكرتكم لحد اخر السنه، كل حاجه ان شاء الله هتمشي معاكم كويسه. وما تخلوش حد يخوفكم ابدا، وما تخلوش حد يقارنكم بحد. يعني مثلا لو انتوا ليكوا ولاد خاله او ولاد عم او اخوات او اي حاجه في نفس السنه، ما تخليش ابدا ابدا تسمحوا لحد ان هم يقارنوكم ببعض، عشان الموضوع ده بجد بيجي بنتيجه عكسيه ابدا. انت اعتبر نفسك لوحدك في السنه من غير اي مقارنات ومن غير اي حاجه. الموضوع ده بجد بيفرق قوي. وحاجه تانية برضو هي ما تستناش حد ابدا يشجعك، يعني ما تبقاش قاعد ما بتذاكرش مستني مثلا ان باباك او مامتك او صحابك يجوا يقولوا لك كلمه تشجعك. لا، انت في السنه دي انت مصدر كل حاجه، انت مصدر تشجيعك لنفسك، وانت مصدر مذاكرتك، وانت مصدر افكارك، ومصدر انك تلاقي طرق للمذاكره تنفع معاك وتنفع مع شخصيتك ومع اسلوبك ومع تفكيرك عشان تلاقيها. فبجد ما تستناش ابدا ابدا ان حد يكون جنبك في السنه دي. انت خليها كده سنه بينك وبين نفسك وما بين ربنا. بجد الموضوع ده مهم قوي، يعني هتكلم فيه كمان شويه. بس فكره ان ربنا ان انت تعمل له كل حاجه، وان انت تكون بتصلي كل الصلوات وبتقرا قران في اليوم، ده هيفرق معاك قوي قوي. لو انت متوقع مثلا ان مستواك يجيب 75 او 80%، لو عملت الحاجات دي، لو عملت انك تبقى مع ربنا وتقرا قران وكده، حتى لو قران بسيط، جزء بسيط قوي في اليوم، الموضوع ده ممكن يخليك تعدي 90%، وانت اصلا ما تبقاش مصدق اللي هو ايه ده انا مستواي اقل مثلا من 90%. فبجد الموضوع ده يا جماعه مهم قوي، هتكلم فيه كمان شويه. المهم خلينا ندخل في الموضوع على طول، وخلينا ندخل هتعمل ايه في خلال السنه. اول حاجه انا بالنسبه لي الموضوع كان فارق معايا قوي، وهي سبحان الله جت صدفه من عند ربنا، ان انا كان كل اصحابي القريبين مني قوي كانوا علمي وانا كنت ادبي. فالموضوع ده يمكن ما كانش طبعا مع بعض في كل الدروس، حتى المواد اللي كانت مشتركه ما بيننا ممكن هم يكون مواعيد مش مناسبه معايا فما نعرفش نروح مع بعض. فانا السنه دي كنت حاسه ان انا لوحدي قوي ومركزه مع نفسي قوي. ده يمكن يكون حاجه عيب وحاجه ميزه. يعني انا ساعتها كنت قاعده اقول لماما ليه صحابي مش معايا، وانا كنت عايزه ناس معايا كتير وكده. بس سبحان الله سبحان الله دلوقتي اكتشفت بجد ان هي كانت نعمه كبيره قوي قوي. وهقول لكم ليه برضو. ان انا كنت بتكلم مع واحده من صحابي من فتره، كانت بتقول لي ان موضوع الصحاب ده اثر عليها قوي في ثانويه عامه. هي كان معاها صحاب كويسين قوي، وكانوا فعلا ناس محترمه وكل حاجه، بس هم كانوا بيستسهلوا. بمعنى ايه؟ اللي هو مثلا انا ايه ماليش مزاج اذاكر، وكمان صاحبتي مالهاش مزاج تذاكر، خلاص تعالى نسهل الدنيا على بعض ومثلا نشوف مسلسل تركي 500 حلقه نتفرج عليه. طب هل ده وقته؟ لا طبعا مش منطقي. انا دلوقتي واحد صاحبي قال لي احنا بقالنا كتير بنذاكر، رغم ان احنا اصلا ما بنذاكرش ولا حاجه. دي الفكره. يعني انتوا لو بقالكم فعلا كتير قوي بتذاكروا، بس مذاكره بضمير وبما يرضي الله، دي ما فيهاش مشكله انكم تاخدوا بريك شويه كل ويك اند كده. انما فكره ان انتوا اصلا ما تكونوش بتذاكروا وتبقوا بتمثلوا على نفسكم ان انتوا بتذاكروا، وحد مثلا من صحابك يجي يقول لك تعالى نلعب بلاي ستيشن، تعالى نحجز كوره، ويبقى طول الوقت كده. الموضوع ده يا جماعه بجد مرعب مرعب بجد. خليكم متاكدين ان هيضيع منكم وقت كتير قوي وانتوا مش حاسين.
فانا من رايي ان انتوا في موضوع الصحاب ده تكونوا حاطين حدود قوي، حتى لو صاحبك وبتموت فيه كل حاجه، بس تتفقوا ان يا جماعه خلاص السنه بدات، المقابلات هتقل شويه بس مش قوي عشان برضو ما تخنقوش، كل مثلا خميس او كل جمعه تتقابلوا تعملوا حاجه لذيذه مع بعض بتحبوها، انما مثلا مش كل يوم مكالمات بقى، والمكالمات تقعد بالساعات واسمكم بتهونوا على بعض. لا يا جماعه، دي بجد انتوا مش فاهمين خالص خالص، بالعكس انتوا بتعطلوا بعض. حتى لو صاحبك ده قاعد يقولك انت لازم تذاكر واحنا لازم نذاكر وي وي وي، الكلام ده كله يا جماعه ملهوش فايده، لان هو بيبقى كلام بس من غير اي فعل. لو انتوا دايما متعودين ان انتوا تتكلموا وتتدخلوا في امور بعض قوي في السنه دي، ممكن حد يجي يقولك ده انا خلصت اول 5 ابواب وانت تكون مثلا مخلص اول بابين بس او اول باب بس، فتحس نفسك ان انت متاخر جدا جدا، وتحس ان انت ايه ده، انت اتوترت ومش هتلحق وكده، رغم ان لا، انت عندك وقت. ممكن بس يكون صاحبك اسرع شويه، او صاحبتك ممكن تكون عندها تنظيم وقت احسن منك شويه، فتكون سبقتك كده، بس لا، انت هتتوتري وهتحسوا ان خلاص الدنيا راحت، فتحسوا ان انتوا مفيش وقت معاكم. فبجد خلوا بالكم قوي من النقطه دي يا جماعه. بس مش بقول لكم اقطعوا اصحابكم، لا، يعني انتوا صحاب وكويسين وكل حاجه، وهم فعلا فعلا هم لو عندهم هدف وعايزين يوصلوا لهم، حتى انتوا ممكن اصلا تبعتوا لهم الفيديو ده عشان ما يبقاش مثلا فكره ان انتوا محرجين تقولوا او كده. وبجد الموضوع ما فيهوش وحشه ابدا، بالعكس دي حاجه هتفيدكم انتوا الاثنين. فنصيحه بجد، موضوع الصحاب ده حاولوا تحدوا منه قوي قوي على قد ما تقدروا. تاني حاجه وهي المدرسين، اختاروا بجد مدرسين كويسين قوي للسنه دي، ومش المدرس الكويس اللي عنده 500 الف طالب في المجموعه والمدرس الوحش اللي عنده 5 6 او 10 في المجموعه. لا، هي مش بتحسب كده خالص. المدرس الكويس هو اللي بيحل معاك كتير قوي قوي، بيجيب لك دايما تمارين جديده وافكار جديده، وبيجيب كل الكتب يختار منها عشان يجيب لك دايما احدث الاسئله واحلى الاسئله، وفعلا الاسئله اللي تكون كويسه عشان تتدرب عليها خلال السنه، ويكون دايما بيقدم لك ملخصات وبيقدم لك حلول، ودايما معاك كده على الخط، اللي هو مثلا مش مدرس كسلان او كده. لا، ده المدرس بجد الكويس اللي يعمل كل ده. لو انت بقى حسيت ان المدرس بتاعك دايما بتهزروا مع بعض ودايما بيضيع لك وقتك ودايما ما عندوش حاجه جديده، فلا، ده مدرس مش كويس، وبجد نصيحه ما تكملوش معاه. وحاجه تانية برضو، فكره انك تغير مدرسينك كل شويه، يعني مثلا انا الشهر ده عند المدرس العربي ده، الشهر اللي بعده هجرب مدرس تاني، الشهر اللي بعده هجرب مدرس تالت. الموضوع ده يا جماعه موضوع قمه الفشل اللي في الدنيا، عشان فعلا انت بيحصل لك تشتت ومتبقاش قادر تجمع معلومه، ومتبقاش قادر تعمل اي حاجه. وممكن مدرس كمان يقول لك معلومه المدرس التاني عارضه لا، هي معلومه المدرس ده غلط، وانت بقى تفضل في صراع طول السنه. فبجد خلوا اول شهر او اول شهر ونص من ثانويه عامه تجربه، اللي هو لو مثلا مدرسين مش عاجبينكم ماشي غيروهم، بس مجرد ما الشهر التاني او التالت يبدا اوعوا تغيروا مدرسين خالص بجد. وحاجه تانية برضو في موضوع الدروس ده، اوعوا تاخدوا في الماده الواحده اكتر من درس. يعني مثلا انت ضعيف في ماده العربي او الفيزياء او التاريخ او اي حاجه، اوعوا تاخدوا فيها دروس كتير قوي، 3 4 دروس. الموضوع ده برضو في قمه الفشل، لان من على لسان صحاب ليا كانوا بيعملوا الحركه دي، واعترفوا ان هي كانت بتضيع لهم وقتهم جدا، عشان بدل الوقت اللي كانوا بيضيعوه في الدروس ده كانوا ممكن يستفادوا منهم قوي في البيت، ان هم يطوروا نفسهم اكتر، يشوفوا ايه الجزء اللي مش فاهمينه ويفهموه. بس مثلا لو في ماده ضعيف فيها قوي، خلاص انت مش قادر ومش قادر تفهم، والمدرس مثلا مش قادر يفهمك، ممكن ماشي تروح لمدرس تاني يساعدك في بعض الحل في بعض التفاصيل، بس تكون في ماده واحده قوي يا جماعه بالكثير. بجد ما تعملوش كده في كل المواد، لان على عكس المتوقع انتوا فاكرين كده ان انتوا هتجيبوا مجموع احسن، بالعكس دي هتشتتكم وهتخليكم تجيبوا مجموع اقل بكتير من اللي انتوا المفروض كنتوا تجيبوه لو كنتوا فعلا مركزين في درس واحد بس. بعد كده مواعيد الدروس، مواعيد الدروس انك تحطها من الاول بنظام، ده مهم جدا. يعني ما تخليش دروسك متبعتره في طول اليوم كده، من اول ما تصحى مثلا من الساعه 8 الصبح لحد الساعه 8 9 بالليل. لا، ده مش منطقي ابدا. طب قول لي كده هتذاكر امتى، او هتلحقوا حتى تريحوا وتفصلوا دماغكم شويه من المذاكره امتى؟ ده مش منطقي. انا كنت بعمل ايه؟ انا دايما كنت بخلي مواعيد دروسي مثلا من الساعه 9 الصبح لحد الساعه 2. لو في مثلا يوم او يومين استثناء بخلص دروسي الساعه 3 ونص او 4، ماشي مش مشكله. بس انا فكره ان انا كنت بخلص كل دروسي الصبح دي كانت بتبقى فكره حلوه قوي، وارجع اريح شويه واتغدى واصلي وكده، واخد شويه بريك كده، وابدا بقى اعيد طاقتي تاني عشان اشوف ايه اللي المفروض اعمله. وبرده ما تراكموش الدروس في يومين بس في الاسبوع وبقيه الاسبوع فاضي. انا بالنسبه لي الفكره دي مش احسن حاجه، هي ممكن تنفع مع حد تاني، بس انا بالنسبه لي كانت لا. ليه بقى؟ عشان انا لما بقعد في البيت بهبط كده، اللي هو عارفين انتوا البرود اللي بيجي شويه ده، اللي هو انا بحب ان انا انزل كل يوم الدروس عشان احس ان انا نشيطه اكتر وارجع اعرف اذاكر. بس طبعا كان بيبقى فيه يوم ما فيهوش دروس، مثلا هو الجمعه. الجمعه ده انا بشوف ان هي فكره فاشله ان انتوا تحطوا دروس في يوم الجمعه، عشان ده اليوم الوحيد اللي انتوا المفروض تريحوا فيه، مش تريحوا فيه طول اليوم ان انتوا ما تذاكروش، لا مش قصدي، ان انتوا تصحوا بدري فيه وتفطروا كده براحتكم وتاخدوا وقتكم في الهدوء، يعني عشان تبداوا يبقى عندكم طاقه كويسه للمذاكره وتفضلوا تذاكروا اليوم ده، عشان هو فعلا اليوم الوحيد اللي غالبا هيبقى فاضي عندكم. فبلاش تحشروا فيه دروس. لو مثلا استثناءات، مثلا مدرس عامل امتحان، مدرس مثلا عامل كده حصه اضافيه كل فتره، مفيش مشكله، بس بجد حاولوا تفضوا يوم كده في الاسبوع اللي هو يوم الجمعه ده، ما تخلوش فيه عندكم اي حاجه. بس المهم زي ما قلت لكم ان نص اليوم التاني يبقى فاضي تماما، ما يبقاش فيه اي حاجه، عشان تلاقوا وقت انكم تذاكروا. لو انتوا طول اليوم في الدروس وطول اليوم بره الشارع، مش هتلاقوا
وقت تذاكروا ابدا. وطبعا المذاكره برده مهمه، يعني الدروس مهمه والمذاكره مهمه، الحاجتين مع بعض. انما فكره انك تروح دروس بس من غير ما تذاكر فلا، دي فكره مش احسن حاجه. وحاجه تانية برده يا جماعه هي التليفون ده يعني بجد ممكن يعمل لكم كارثه. لو انتوا فعلا مستواكم كويس وبتذاكروا، التليفون ممكن يخليكم تجيبوا مجموع وحش جدا جدا، عشان انتوا طول اليوم بتسكرول على التيك توك والفيسبوك والانستجرام والحاجات دي كلها، فتخليكم مش قادرين ان انتوا تركزوا في المذاكره. ليه؟ لان كل الفيديوهات اللي احنا بنشوفها بتاثر في دماغنا وبتخلينا عايزين حاجات بسرعه، عايزين نقعد 10 دقايق على المذاكره ونخلص، فبجد بتاثر في دماغنا قوي. فدايما معلش تعالوا على نفسكم في السنه دي وخلوا الموبايل اوقات قليله قوي. يعني مثلا انا في جزء من السنه كان جه كنت مديه لبابا التليفون وقلت له لو انا قلت لك اديني التليفون ده ما تدهنيش. بجد شفتوا لدرجه ايه؟ عشان فعلا انا كنت عارفه ان دي حاجه بتعطلني، كنت عارفه ان دي حاجه ما بتخلينيش اشوف الحاجه اللي ورايا، فخلاص تبعدوه خالص. لان بجد مهما السنه طولت ومهما حسيتوا ايه الخنقه دي فهي قصيره. يعني انتوا في نص السنه كده هتيجوا تحسوا ان ياه كانكم مثلا بقالكم سنتين في ثانويه عامه دي، بس لا، هي كده كده هتيجي وقت وتخلص. فمعلش تعالوا على نفسكم شويه واقرصوا كده على نفسكم عشان بجد تلاقوا النتيجه في الاخر اللي انتوا عايزينها. وزي ما قلت لكم هتكلم عنها كمان شويه، دلوقتي جه وقتها، وهي بجد اهم حاجه في الفيديو النهارده. انا كنت ثانويه عامه دي، انا يعني يعتبر كده ما كنتش بفوت فرض، كنت دايما منتظمه في الصلاه. يعني ممكن فعلا الصلوات اخرها شويه صغيرين عشان مواعيد الدروس وكده، بس فعلا كنت اكتر سنه ملتزمه فيها في الصلاه، لان انا كنت عارفه ان دي الحاجه اللي بجد هتوصلني للحاجه اللي انا عايزاها. مثلا كنت كل فتره اقرا شويه في القران، يا ريت لو كل يوم لو حتى صفحه او حتى نص صفحه، هي مش بالكميه ابدا. بجد الموضوع ده بيساعدكم وبيفرق معاكم جدا بطريقه انتوا مش متخيلينها، وكمان بيخليكم اهدى. يعني مثلا فكره الصلاه والقران وكده سبحان الله سبحان الله بتحسن نفسيتكم بطريقه انتوا مش هتتخيلوها. وممكن اصلا كمان ما تبقوش مركزين ان الصلاه والقران هم اللي عملوا فيكم كده. حتى لو انتوا شخصيات بتتوتر بسرعه قوي، هتلاقوا نفسكم اهدى، هتلاقوا نفسكم عارفين تتعاملوا مع الامور صح، وهتلاقوا نفسكم عارفين تقسموا وقتكم، والخطوه الجايه ايه الخطوه الجايه، والمراجعه هراجعها امتى، هتلاقوا نفسكم عارفين تعملوه بسبب الصلاه والقران. وحاجه تانية برده وهي ما تخلوش الشيطان ابدا ابدا يضحك عليكم. يعني هتلاقوا كده في نص السنه، او بلاش في نص السنه، حتى لو انتوا بادئين في الاول، هتلاقوا الشيطان بيقول لكم انتوا مش بتوع مذاكره، فككوا ما تذاكروش اي حاجه من الحاجات دي. اعرفوا يا جماعه ان كل واحد ليه نقطه ضعف، والشيطان هيلعب عليها كويس قوي قوي في السنه دي عشان يخليكم ما تعملوش حاجه ويخليكم تجيبوا مجموع وحش قوي. يعني مثلا ما فيش حاجه اسمها انا نفسيتي وحشه مش عارفه اذاكر فخلاص قاعد 3 4 5 شهور مش بذاكر، ده مش منطقي ابدا ابدا. الشخص اللي نفسيته وحشه يبدا يدور بسرعه قوي قوي عشان يطلع من النفسيه دي. طبعا السنه طويله ومعرض ان انتوا في اوقات هتبقوا مش قادرين حتى تفتحوا الكتاب ولا تبصوا في وش الكتاب، بس ده يا جماعه بجد والله الشيطان. حاولوا تتغلبوا على الموضوع ده بسرعه زي ما قلت لكم. حتى لو وصلت ان انتوا يوم كامل ما تذاكروش مش مشكله، بس اعرفوا ان بعد اليوم ده انتوا هتدغدغوا الدنيا، مش يوم ويوم يجر التاني ويوم يجر التالت. لا، لو انتوا فعلا محتاجين ان اليوم راحه خدوه، ما تحسسوش نفسكم بتأنيب ضمير خالص، بالعكس اليوم ده هيفرق معاكم قوي، بس بشرط زي ما قلت لكم ان انتوا تكونوا هترجعوا بعديه بقوه. فبجد اعرفوا ان السنه دي الشيطان هيضحك عليكم بطرق كتير قوي، وزي ما قلت لكم كل واحد ونقطه ضعفه. لو انت نقطه ضعفك انك مش بتحب تضغط على نفسك خالص، واللي هو اهم حاجه راحتك النفسيه، الشيطان هيجي يقول لك اهم حاجه صحتك، روق ما تشغلش بالك بالمذاكره، احنا لازم نرتاح، لازم مش عارفه نعمل ايه. فالشيطان هيدخل لك من النقطه دي. لو انت شخص بتتوتر قوي قوي وهمك المذاكره قوي وما بتعرفش تذاكر من كتر التوتر، الشيطان هيدخل لك من الناحيه دي وهيخليك تتوتر بسرعه قوي، وهيخليك مش قادر تاخد نفسك من كتر التوتر. فزي ما قلت لكم بجد هو عارف مدخل كل واحد فينا، هيضحك عليه كتير قوي. فخليكم دايما مقتنعين ان اي افكار سلبيه تجيلكم يا جماعه دي افكار من الشيطان، تقوموا بسرعه تبداوا تصلوا وتبداوا تعملوا اي حاجه، تستعيذوا بالله، تعملوا اي حاجه، بس بجد اوعوا تسيبوا نفسكم للافكار دي لانها هتدمركم بجد. وحاجه تانية برضو، احنا دايما عارفين ان في مثلا اجزاء من المنهج احنا ما بنبقاش فاهمينها، فبنقعد نركنها لحد اخر وقت، لحد ليالي الامتحان، لحد مثلا المراجعه النهائيه. الحاجات دي يا جماعه انتوا لو ما تخلصتوش منها اول باول هتجيلكم بجد بعبع او فوبيا كده ليله الامتحان او في قلب اللجنه وانتوا مش عارفين تعملوا فيها ايه، لان انتوا ما كلفتوش نفسكم ان انتوا اصلا تفهموها. اي جزء مش فاهمينه اكتبوه على طول وروحوا اسالوا المدرس بتاعكم فيه، او ابحثوا على اليوتيوب، او اعملوا اي حاجه، بس المهم ان انتوا ما تعدوش كده تفتوفه من المنهج الا لما تكونوا فاهمينها كويس قوي، لان كل الدرجات وكل اللي في المية اللي احنا بننقصه في الاخر بيبقى بسبب الحاجات دي، الحاجات اللي احنا مش فاهمينها ودايما مأجلينها لحد اخر وقت. وكمان بس ما بنبقاش مأجلينها لحد اخر وقت، لا ده احنا بنبقى مقررين ان احنا لغيناها من نفسنا، وبنبقى مش عايزين اصلا نذاكرها وخلاص، انا لغيتها كده مع نفسي من غير ما تبقى ملغيه اصلا. فدايما خلوا عندكم ضمير كده في الحته دي، واسالوا دايما المدرسين بتوعكم الجزء اللي انتوا مش فاهمينه، حتى لو سالتوا مليون الف مره مش مشكله. المدرس حتى لو حس ان انتوا اللي هو قاعد يقول لكم ايه الغباء ده انتوا ازاي ما فهمتوش، مش مشكله، خلوه يقول زي ما هو عايز، المهم ان انتوا ما تعدوش معلومه غير لما تكونوا فاهمينها كويس قوي بجد يا جماعه. النقطه اللي بعد كده هي فكره الحل. الحل مهم بطريقه انتوا مش متخيلينها. يعني لو انت بتذاكر فعلا بتذاكر
كويس عدد ساعات كتير قوي بس ما بتحلش، فمذاكرتك دي غالبا يعني ليها فايده بنسبه مثلا 50%. انما لو فعلا حليت عليه وطبقت عليه على طول وبدات تحل حاجات كتير وافكار كتير، الموضوع ده هيساعدكم كويس جدا ان هو يثبت بجد المعلومه في دماغكم. فبجد يا جماعه الحل مهم جدا. هاتوا كتب كتير، ولو مش متاح كتب مثلا، لو الكتب اتسحبت من المكتبه او اي حاجه، نزلوها PDF، فحلوا كتير قوي على قد ما تقدروا. النقطه اللي بعد كده وهي ان انتوا وانتوا بتذاكروا اشرحوا لنفسكم دايما بصوت عالي. يعني ما تبقوش قاعدين كده جسمكم مش بيتحرك ولا ايديكم ولا اي حاجه ولا بتنطقوا ولا اي حاجه، لا لازم كل حواسكم تشتغل مع بعض. دايما تخيلوا ان مثلا ان في حد قدامكم او انتوا بتشرحوا نفسكم بصوت عالي، بجد الموضوع ده بيفرق قوي قوي وبيثبت بجد المعلومه جدا. وكمان لما تيجوا تذاكروا بلاش فكره ان انتوا تقعدوا على المكتب مثلا 6-7 ساعات، ولما حد يسالكم بتعملوا ايه الاسم بنذاكر وخلاص، وانتوا فعلا ال7 ساعات دول بتلاقوا نفسكم ذاكرتوا مثلا ساعه ولا 2. لا، اقعدوا ساعتين بتركيز. يعني مثلا قولوا دلوقتي ساعتين اللي جايين دول انا هقعد اركز فيهم كويس قوي قوي في المذاكره، بعد ما تخلصوه ابداوا خدوا بريك شويه وبتاع وارجعوا تاني. انما فكره ان انتوا تمسمروا نفسكم كده على المكتب وقت كبير، الموضوع ده بجد يا جماعه افشل حاجه في الدنيا. وبرده في حاجه، اول شهر ونص او اول شهرين كده في ثانويه عامه انتوا غالبا مثلا ممكن تكونوا مش عارفين تحلوا كويس، مش عارفين كده، فدايما روحوا اسالوا المدرسين بتوعكم عن ايه انسب طريقه ان انا اذاكر بيها. ان دايما المدرسين بيبقى عندهم خبره كبيره قوي في مجال التدريس، وفعلا هيقولوا لكم على انسب طريقه. فانتوا اول شهر كده حاولوا تستغلوا الفرصه كويس جدا، ودايما تسالوا المدرسين عن طرق المذاكره ايه، وتستفادوا بجد من الموضوع ده. وبرده دايما خلوا عندكم تركيز في السنه. تركيز بمعنى ايه؟ مش من كتر ما السنه طويله تحسوا ان انتوا اصلا فقدتوا الهدف بتاعكم ومش عارفين انتوا بتعملوا ايه ومش عارفين تعملوا ايه في الدنيا. لا، دايما خلي عندكم كده كل جزء من السنه انتوا احنا بنذاكر عشان كذا، بنذاكر عشان مثلا عندنا امتحان كذا، بنذاكر عشان هدف معين عايزين نوصل له، حتى لو اهداف صغيره خلال السنه. هدف مثلا ان مدرس عامل امتحان على جائزه كبيره، ان انتوا تبقوا عندكم دافعيه قوي ان انتوا تذاكروا الموضوع ده. انا قصدي اقول ان انتوا بلاش تبقوا باردين، بلاش الشعور البرود ده، فاهمين قصدي طبعا. وفي الاخر لو لا قدر الله بجد يعني اي ظروف حصلت وما جبتوش المجموع اللي انتوا عايزينه، دي مش نهايه الدنيا، بالعكس بالعكس تماما، دي بدايه لحاجه احلى بكتير قوي، وبدايه لحياه انتوا ممكن تكونوا ما كنتوش شايفينها، وحياه فعلا هتثبتوا نفسكم فيها، وفعلا تكون دي انتوا الشطار فيها. فبجد بلاش تخلوا مجموع يحدد مستقبلكم، لا احنا بنعمل اللي علينا وبنجتهد عشان لما ربنا يسالنا هل فعلا انتوا عملتوا اللي عليكم ولا انتوا كنتوا بتضحكوا على نفسكم، نرد نقول لا فعلا احنا ذاكرنا بضمير، بس ما كانش لينا نصيب في الكليه دي، فخلاص بجد ده نصيب من عند ربنا، وطبعا مش هنعارضه وهنرضى بيه، وخلاص بقى على الخطوه اللي بعدها غير، وهنشوف الكليه اللي ربنا كاتبها لنا عامله ازاي، نحاول نحبب نفسنا فيها على قد ما نقدر. بس يا جماعه انا كده خلصت، وان شاء الله لو انتوا عايزين ان خلال السنه نعمل فيديوهات اكتر ونتكلم اكتر هل المرحله اللي في ثانويه عامه اللي انتوا فيها دي خلال السنه هتبقى محتاجه ايه منكم، قولوا لي كل ده، وقولوا لي انتوا ناويين على كليه ايه، وهل في حد زيي ولا لا فكره ان هو مش عايز يدخل اي كليه خلاص عشان يبقى اسمها كليه قمه او كليه مجموعها عالي. لا، انتوا لو عندكم مثلا زي عايزين تدخلوا كليه تجاره او حقوق او كده، قولوا لي ان تفكيركم زيي عشان ما احسش ان انا لوحدي. وبرده عشان كلكم تستفادوا من بعض، قولوا لي في الكومنتس ايه اكتر طريقه بتنفعكم في المذاكره، عشان الناس اللي بتقرا الكومنتس كده يبقى عندها افكار جديده، ولو حاجه انا ما قلتهاش او حاجه انا مش واخده بالي النهارده منها فممكن تقولوها في الكومنتس. وقولوا لي عايزين ايه الفيديو الجاي، ولو الفيديو ده عجبكم ما تنسوش تعملوا كومنت عليه وتقولوا لي ان الفيديو عجبكم، وتعملوا لايك وتعملوا له شير مع اصحابكم اللي داخلين ثانويه عامه زيكم عشان كلكم تستفادوا. وبس، باي باي.